يعني بصراحه الفايف دايز كانوا فيري فروتفول. احنا اتعلمنا كذا حاجات ليها علاقه بالاستراتيجيك مايند سيت، اتعلمنا ازاي ان نعمل انفيرمنتال سكاننج، ازاي ان نعمل سواء انترنال او اكسترنال بالتوز بتاعته بتاعت الانترنال وبتاعت الاكسترنال، وازاي نطلع في الاخر هنا انترنال اللي هو الاي فاس والاكسترنال الاي فاس، وبعدين سمرايز الاثنين مع بعض بهيلث ريبورت كده اللي هو الاس فاس. اتعلمنا بعد كده ان احنا نعمل البلاننج فيز او الاستراتيجيك فورميليشن للاوبجكتيفز بتاعتنا والكلام ده كله، وبعدين نعمل امبلمنتيشن. الخطوه الثالثه نعمل امبلمنتيشن للاوبجكتيفز والكي بي ايز بتاعتنا والقصص دي كلها والاكشن بلانز. واخر حاجه ان احنا بقى نمونيتور ون ايفالويت البروجريشن بتاعنا في الاكشن بلان بتاعتنا دي كلها. اكتر حاجه طلعت بيها من الورك شوب هو كان في كده الاكسرسايز بتاع الديسيجن ميكنج، وكان الدكتور خالد ادى مثال كده ان انا عندي بنت وان انا بجوزها، فكنا بنختار عريس بنتي ازاي هنختاره يعني. فاخترنا الثلاث عرسان وابتدينا ايفالويت كل واحد على حسب البرايورتيز بتاعته يعني، وطلعنا في الاخر ان ده افضل واحد هو ده اللي هنختاره ان هو يتجوز بنتي، والحمد لله هم دلوقتي يبقى عندهم طفلين صغيرين. اكتر حاجه دي معلمه معايا جدا في قصه decision making يعني. بس that's it. Thank you very much for a fruitful workshop يعني.